كيف بدأ ستاربكس في العالم؟ ستاربكس هو أكبر مشروع قهوة في العالم وأكثر من 30 ألف فرع في العالم في أكثر من 70 دولة. مقره الأساسي في مدينة سياتل في أمريكا. إيه هي قصة نجاح سلسلة ستاربكس اللي لحد دلوقتي من أهم القصص المثيرة للشباب، القهوة المميزة اللي موجودة في كل أنحاء العالم واللي بتنتسب لصاحبها هوارد شولتز؟ فتعالوا نعرف إزاي بدأت ستاربكس. كان في 3 صحاب بيدرسوا مع بعض في جامعة سان فرانسيسكو، وهم جيري وزاف وجوردن، وبعد ما اتخرجوا قرروا انهم يعملوا مشروع وهو كافيه، بس عايزين حاجة مختلفة يقدروا يحققوا من خلالها نجاح ونسب مبيعات عالية. وهم بيفكروا في المشروع اللي عايزين يفتحوه قابلوا واحد اسمه ألفريد بيت، وهو كان راجل أعمال ألماني أمريكي، وكان عنده كافيه اسمه بيتس كافيه، وقال لهم انه اكتشف طريقة جديدة في تحميص حبوب القهوة اللي كانوا الأمريكان بيشربوها في الوقت ده، والناس قالت عليه بعد كده ان هو عمل ثروة من القهوة في امريكا، واتقال عليه برضو الألمان الذي علم الامريكان شرب القهوة. ال3 صحاب دول كانوا قاعدين مع ألفريد وهو بيتكلم عن شغله وان تحميص القهوة ده جاب منه ارباح كويسة جدا وبقى ناجح. فجت لهم الفكرة، طيب ما احنا كمان نعمل كده ونستخدم المنتج اللي عمله ألفريد بيت ونعمل كافيه زيه. صاحبهم الثالث اللي اسمه جوردن الكاتب المغرور قال لهم ان هو شغال في مجلة بتتكلم عن المشاريع الناجحة ومعظمها بادئ بحروف الاس بي. فضلوا يتناقشوا لحد ما وصلوا ان الاسم يبقى ستاربو، وكانت اسم مدينة صغيرة في كندا. راح جيري اللي كان شغال مدرس انجليزي قال لهم في رواية عندنا في امريكا اسمها موبي ديك، وكان فيها شخصية اسمها ستاربكس، وعجبهم الاسم ووقع الاختيار عليه. وفعلا اتعمل في مارس سنة 71 اول فرع، وكان في مدينة سياتل في امريكا، وكان عبارة عن مكان تشتري منه حبوب القهوة المحمصة والمطحونة اللي كانت معمولة في محمصة بيت صاحب الفكرة. طيب ازاي بقى تحول لستاربكس الحالي وحصلت النقلة دي؟ هوارد شارلز صاحب شركة ستاربكس اتولد في بروكلين في أمريكا سنة 53، وأسرته كانت فقيرة جدا، وبالرغم من الفقر اللي كانوا فيه إلا إن أسرته كانت مهتمة جدا بتعليمه. وبعد ما اتخرج اشتغل في شركة زيروكس العالمية لحد سنة 79، وبعدها قرر إنه يشتغل في شركة هامر بلاست اللي بتصنع البلاستيك زي فلتر القهوة، ودي بتكون قطعة بلاستيك بتتحط عليها القهوة وبيبدأوا يصبوا القهوة عليها علشان تفصل مطحون القهوة عن المشروب. ولاحظ ان في شركة صغيرة في مدينة سياتل بتشتري كمية كبيرة من الفلاتر دي. الشركة الصغيرة دي كانت ستاربكس، وما كانتش بتبيع مشروب قهوة جاهز، لكن كانت بتبيع حبوب القهوة والشاي، لكن كان الاهتمام الأكبر بكل الحاجة اللي تخص القهوة، وكانت بتهتم بفكرة عمل القهوة من أول مرحلة لآخر مرحلة. فقرر هوارد انه يسافر للشركة ويعرف ازاي القهوة بتتحمص، فراح الشركة وشاف الخطوات اللي بتمر بيها القهوة لحد ما بتتحمص، وبعدين شرب فنجان قهوة من ستاربكس وعجبته جدا، وقرر انها تكون هدفه. بس الموضوع ما كانش سهل، لانه لما قابل اصحاب الشركة ما كانوش مرحبين بيه، وفضل سنة كاملة بيحاول يقنعهم انه يشتغل معاهم. سافر شولتز ايطاليا واللي كان واحد من الشركاء، وقرر انه يغير النشاط بتاع ستاربكس، وده لما شاف شوارع ايطاليا مزحومة بالكافيهات والناس موجودة في كل حتة علشان يشربوا القهوة الاسبريسو. فقال طيب ليه ستاربكس ما تقدمش مشروب القهوة بدل تجارة الحبوب والبن؟ والمشروب ده كان بدأ في الانتشار مش بس في أمريكا لكن في كل أنحاء العالم. وقرر بدل ما تكون شركة ستاربكس مكان الناس تشتري منه حبوب القهوة، يبقى مكان يتقدم فيه مشروب القهوة بكل أنواعه ويكون مكان مناسب للراحة. وده ما كانش حاجة سهلة، لأنه لما عرض الفكرة على أصحاب الشركة رفضوا جدا وأصروا على إن الشركة تفضل زي ما هي بتبيع الحبوب. طبعا رفض شولتز واستقال سنة 85، وقرر انه يعمل شركة لوحده وسماها جورنال، وكانت بتقدم الاسبريسو في مدينة سياتل. وبعد سنتين عرف ان اصحاب ستاربكس عايزين يبيعوها، وبعد ما جمع الفلوس وبمساعدة المستثمرين اشترى الشركة وفتح فرع ورا فرع لحد ما بقى اشهر براند قهوة، وبقى ستاربكس اللي ليه فروع في كل انحاء العالم.